اتجبرت أعيش من غير فلوس، ودي سلسلة بجرب فيها تجارب قبل ما أموت. الجزء السادس. بكل بساطة أنا أمنية، وبجد الوضع اللي أنا فيه دلوقتي مجبور عليه، مش مجرد تجربة. عندي شوية مشاكل مع البنك، وأتوقع أنتوا كمان. فتعال أخدكم في رحلة. لو مش معاك فلوس تنبسط إزاي؟ كل حد فينا بيختبر في فلوسه، ودي حاجة ما تقللش منك. حصل لي الموقف ده في الإمارات ونمت في الشارع وبيحصل لي دلوقتي في مصر. أول حاجة ما حبستش نفسي في البيت، ما بنعزلش، أصل في حاجات كتير قوي أقدر أعملها من غير فلوس وهنبسط. المشي حاجة ببلاش، الهوا معلهوش ضريبة قيمة مضافة، أو تطلع السطح تشم شوية هوا. ما طلعتش عشان عندك خوف من المرتفعات، أقولك روح بلكونة جيرانكم. والله رحت بلكونة الجيران، كلمت جارتي استلف منهم البلكونة لمدة ساعتين تشرب لك فيهم الشاي. لو معاك مبلغ صغير ما تشتريش بيه سناكس أو أي حاجة، وما تحوشهوش. وأول ما يكون عندك فرصة تتبرع بيها اعمل ده، اتبرع بكل الفلوس اللي معاك. ما تفكرش أبدا إنك كده مش عامل حساب للزمن، صدقني أنت كده بتفتح حساب ليك وللزمن، بس في بنك صاحبه خزاينه ما بتخلصش. احلى حاجه في التجربه دي انك بتشوف حاجات كتير قوي على حقيقتها، حتى نفسك. جيب لنفسك ورد. انا ما لقيتش ورد، جبت لكم حزمتين نعناع بلدي من خير بلدنا. اعمل كوبايه شاي بالنعنع واطلع في البلكونه. صح، هتلاقي الشاي في برطمان الجبنه، ما حدش بيشتغل بشهادته. انا بصراحه يا جماعه مش فاهمه ليه ما تشربوش شاي في الحر وتقفوا في الشمس ويجيلكوا ضربه شمس زي وعدني ما تندمش. اتشقلب. انا لقيت وصلة نت عندنا تايهه، اتعلمت حاجه جديده يومها اونلاين وكسبتني حاجه اكتر من الفلوس، تشغيل الدماغ. اتعلمت شطرنج من زمان وانا نفسي اتعلمه. ولو حسيت انك مش بتنبسط باي حاجه بتعملها من غير فلوس، صدقوني اللي عايز ينبسط بيصنع المعجزه مش بيستناها. انزل حافي وحس بالارض تحتك. الناس كانت بتنبسط ازاي من 5000 سنه؟ انا مثلا احب اقرا كتب في موضوعات فلسفيه، هاري بوتر. احسن وقت تكتب فيه اهدافك هو دلوقتي. الكتابه معلهاش ضرايب يا اسطى، اكتب كل همك والضغط اللي عليك. وكمان الفتره دي هتعلمك عن العلاقات والناس اللي في حياتك. هتكتشف ان مش كل الناس صحابك. والله العظيم انتي اختي اللي ما ولدتهاش امي وما ولدتهاش حد اصلا. هتلاقي ناس بتحبك عشان انت تتحب وهيفضلوا جنبك، وناس بتحبك عشان انت بتعمل لهم حاجات معينه. لما تبطل تعملها او تتحط في ظرف يمنعك تعملها، عمرهم ما يحبوك. الهاتف المطلوب مغلق او غير متاح. الحقيقة لو بتمر بفترة فيها مشاكل وضيق في حياتك، افتكر دايما انها جاية تعلمك حاجة، او تفك تعلقك بحاجة، او تخليك تخلق فكرة تغير مجرى حياتك للأبد. بالنسبة لي الفترة دي خلتني انجح اكتر. كل مشكلة بتحصل لي في حياتي بتكون في نهاية اليوم نعمة بحمد ربنا عليها.